أسعد الله أوقاتكم حبايبي، وين ما تكونون رجعت وياكم بفيديو جديد إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم. طبعا هذا روتيني كل يوم جمعة إنه أغسل النباتات وأنطيهم مي وأشوف إذا يحتاجون علاج أو يحتاجون أسمدة وكذا. وهنا سويت الغداء تبسي دجاج كلش طيب. أول شي حضرت الصلصة عبارة عن عصير ليمون، ثوم، شوية معجون، صلصة الباربيكيو، فلفل أسود وتوابل حسب الرغبة. وهنا حضرت الدجاج، قطعته وغسلته كل زين بالخل الأبيض والملح وخليته بمصفي. وبعدها ضفت عليه الصلصة وتبلته كل زين وخليته تقريبا يعني ساعتين ونص متبل، وإذا تتبلوه قبل بيوم يكون أفضل. أنا حضرت الخضار اللي هو جزر، فلفل، بطاطا، بصل، وخليت عليها همينة الصلصة، نفس الصلصة اللي خليتها على الدجاج خليتها على الخضار. وهنا بعدين خليت فوق الخضار الدجاج، وراح أغطيه بورق زبدة وفوقه ورق السيليفون وندخله للفرن. طبعا هاي الطريقة كلش طيبة وغدا سريع وطيب. هنا أنا غطيته بورق الزبدة وبعدين بالسيليفون وراح أدخله الفرن. وهنا أنا استوى وشلت السيليفون وحمرت الدجاج الفوق. هنا خليته على الطباخ حتى يعني يبقى شوية دافي، ما يبرد، لأن تعرفون الجو بارد وشتاء فبسرعة يبرد الأكل. وهنا أنا ركبت وياه تمن. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس. باي باي.